ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده باذن الله فيديو جديد. هنشرح مع بعض الخطه اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات. الخطه دي باختصار هي تنفع لاسلوبين: اسلوب المرتدات واسلوب الاستحواذ. طبعا احنا عندنا اهم حاجه فيها هما الاتنين لعيبه الاس اس اللي بيبقوا تحت المهاجم. طبعا اهم حاجه بيليه. بيليه لاعب هجوم داعم، لا يعني مهاري وخفيف وسريع وعنده فيزيكال، فانت لازم يبقى عندك لاعب بنفس الاسلوب ده كده او بنفس المهارات دي. طبعا هو لاعب مراوغ وسرعة رصاصة صاحب ذكاء اصطناعي. اهم حاجة بس برضه ان هو يكون بيعرف يباصي، يكون عنده مهارات الدريبل والباص والوان تاتش باص. طبعا عندنا النسخة دي من ميسي ممكن تبقى مع ناس كتير، وفي ناس كتير مش معاها النسخة دي. النسخة دي اللي هي نسخة لاعب الهجوم الداعم، برضه فيها كمية اساليب ذكاء اصطناعي كتير. هتستفاد برضه من ميسي ان هو بيسحب مع المدافعين وبيرجع ورا المدافعين. طبعا برضو من اهم اللعيبه شنايدر، او لاعب يكون عندك بيكون بيلعب باسلوب الابداع في صناعه اللعب، لان هو برضو مش مجرد لينك بس، هو موجود ان هو برضو هو اللي بيربط ما بين التلاتة المهاجمين اللي فوق، يعني هو اللي بيربط ما بينهم هما التلاتة. هو اللي بيدور اللعب ما بينهم، بيربط ما بينهم، بيلينك مع مبابي بحيث ان هو يتحرك. طبعا بعد كده ننقل بقى على، يعني لازم اهم حاجه يكون معاك لاعب ارتكاز زي رايكارد. طبعا هو معانا كلنا خدناه مجاني. آه آم، عندك بقى انت لازم يكون عندك الاظهرة الاتنين يكونوا اظهرة دفاعية. طبعا كلنا معانا كوستا كورتا، هو حاليا مبقاش احسن حاجة بس يعني ممكن تعتمد عليه. وانا معايا ليه ديكسون 103 برضو، هو ظهير دفاعي. المهم ان انت لازم يبقى معاك اتنين اظهرة دفاعية. لو مش معاك اظهرة دفاعية انت ممكن تعمل تحط اظهرة هجومية، هتفيدك اكتر في الهجوم وتديهم تعليمات دفاعية. تمام. ده بالنسبة لنص الملعب. في برضو حاجة ناقصة، وهي ماتيوس، او اللي هيبقى جنب رايكارد، اللي هو جنب الارتكاز. ده هيكون مثلا انت ممكن تحط لوسر ماتيوس، اللي هو خبير في صناعة اللعب. او ممكن تجيب حد زي كانتي اللي هو البوكس تو بوكس. انا يعني بحاول ادور عليه، ثواني. تمام، لقيته. كانتي برضو هو من اهم اللعيبه اللي انت ممكن تلعب بيها جنب رايكر. ليه؟ لان هو اهم حاجه ان الاتنين لعيبه اللي يبقوا معاك في نص الملعب تكون الاحصائيات الدفاعيه عندهم كويسه، يعني التسعينات على الاقل. تمام. برضو لوسر ماتيوس عنده باصات كويسه، فدي نقطه، يعني نقطه تحسب للوسر ماتيوس، فعشان كده بلعب بيه. طبعا برضو في ناس جالها لوسر ماتيوس اللي هو النسخه ال 105 اللي كانت نازله في الباك المجاني. طبعا كانتي طبعا احصاءاته الدفاعيه اقوى بكتير. لو كده كده كلنا عندنا، يعني معظمنا عندنا كانتي، الا الناس اللي هي جت متاخر، جت بعد كانتي ما استلمتوش، فممكن تلعبوا بكانتي جنب رايكر. ودول مع بعض الاتنين في نص الملعب حاجه تانية. المهم فاضل برضو حاجه بسيطه، اسمه إيه ده، اللينك اب بيكون لازم يكون معاك مهاجم قناص، وزي ما قلت حد بيلعب بابداع في صناعه اللعب. معاك بقى نسخه لدي بروين، معاك نسخه لشنايدر مثلا جات لك معاك، اي نسخه لاعب بيلعب بابداع في صناعه اللعب. تمام. هنا الهجمه العكسيه دي اللي هي بتخلي المهاجم الصريح يفضل قدام، يعني ما يفضلش يرجع ورا ويبذل مجهود، يبذل بقى مجهود ان هو يرجع ويدافع وكده، بيفضل قدام بحيث ان انت اول ما ترجع بالهجمه المرتده ياخدها على طول من اول باصه، يطلع يخترق المدافعين ويروح انفراد. وبرضو من ضمن اهم الحاجات اللي انت ممكن يعني او اللي انت لازم تعتمد عليها، انا بالنسبه لي لازم تحط حارس هجومي. سواء بقى مرتد، سواء بتلعب مرتد، سواء بتلعب باستحواذ، لازم يكون معاك حارس هجومي. ليه؟ لان الحارس الهجومي الحلو فيه ان هو لما بيطلع، او لما انت بتعمل السهم تخليه يطلع لاي هجمه، هو بيطلع بيقفل بكل جسمه، فهو بيبقى احسن، وهو بيبقى اصلا بيبقى عنده ردة الفعل ان هو بيطلع، هو كده كده طبيعي بيطلع. على عكس لما تحط حارس دفاعي
و... ولما بتطلعه هو ما بيبقاش عنده الوعي الكافي ان هو يطلع في الهجمة، او يطلع مثلا يحوش الكورة او يشتت الكورة بمعنى اصح. طبعا عندنا يعني انت ممكن تستبدل الاتنين اللي هما اللاعبين الهجوم الداعم، زي اللي هما زي اللي معايا مثلا، تحط كرويف. في ناس معاها كرويف النسخة ال102 دي. هي طبعا هي مش 102، هي 101، وبتزيد مع تشابي الونسو. ودي اهم حاجة عند تشابي الونسو، ان هو بجد بيزود لعيبة كتير. يعني انت ممكن يكون لاعب عندك انت ما بتلعبوش بقالك فترة، تلاقي نفسك انت بتنزله مثلا زي كرويف كده، انا هبدأ العب بيه. طبعا يعني انا كنت بدور على حد احطه يعني جنب كرويف. انا بحب بلينجهام، فانت ممكن تلعب بلينجهام، بس هتعملها ايه ام اف. يعني ممكن تلعب بلينجهام وهتخلي فيه 2 ام اف. هي دي ممكن تبوظ الدنيا شويه، بس مش هتبوظها اوي. بس هو يفضل ان الاتنين يكونوا بيلعبوا، يقدروا يلعبوا اس اس، و... ويكون في واحد بيلعب برجله اليمين وواحد بيلعب برجله الشمال، زي ما انا عامل كده. جريزمان بيلعب برجله الشمال وكرويف بيلعب برجله اليمين. أم... بس كده دي كانت يعني اكتر الحاجات اللي انت ممكن تعملها. فاضل بس حاجه بسيطه، وهي الاتنين سنتر باكات. الاتنين سنتر باكات بقى، يعني انا بالنسبه لي انا بلعب باتنين دستروير. ليه؟ انا شايف ان الاتنين دستروير اللي معايا دول بالذات صراع جدا، وهيفيدوني، بحيث ان انا مثلا ما يكونش قدامي واحد زي مبابي، واحد مثلا زي الحاج ديوف، هاكر دلوقتي. يعني هو حاليا هاكر، الناس كلها بتعتمد عليه. فيخترق الاتنين المدافعين بتوعي، لو في مثلا حد زي ماركينيوس تقيل شويه، او حد زي فان دايك، وهكذا يعني. فبلعب باتنين دستروير، بحيث ان هما الاتنين برضو يقطعوا لي الكرة من بدري، وما بقاش انا متاخر في ان انا اقطع الكرة. بس وانت بقى يعني الافضل ان انت تلعب بحد يعني بيلد اب، وحد دستروير. ويفضل الاتنين يكونوا صراع، يعني حد زي البرت فريد كده يكون سريع من ناحية الدستروير، وحد زي ماركينيوس برضه. ماركينيوس مش بطيء، بس هو مش اسرع حاجة يعني. في نسخة لساليبا اسرع. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة بإذن الله، عشان يوصلكوا كل جديد. يلا، سلام.